لو عايز تفهم التوسعات اللي في غرب القاهرة دي بتتحرك ازاي وتفهم الفرص الاستثمارية اللي هناك، اديني دقيقة من وقتك وركز معايا. التوسعات العمرانية اللي في غرب القاهرة ماشية في أكتر من اتجاه في نفس الوقت. عندك مطار سفنكس وزايد ووصلة دهشور ونيو زايد، دي المناطق اللي بيحصل حواليها التوسع. في أسماء كبيرة زي أعمار وصادق، وده معناه إن المنطقة دي بقت عند المطورين الكبار. المطورين الكبار بيدخلوا هنا. في منطقة تانية اللي هي غرب مطار سفنكس، هناك في مشروع جوريان وكلنا سمعنا عنه، والمشروع ده مرتبط بفرع جديد من نهر النيل، والتوسع هنا مرتبط بالدلتا الجديدة، فبيضيف للمنطقة قيمة عمرانية مختلفة مش شبه التوسعات الصحراوية اللي متعودين عليها. وبعدين عندك التوسعات الشمالية بتاعة أكتوبر، هناك منطقة الحزام الأخضر، ده امتداد بين زايد وأكتوبر في نفس الوقت. بعد كده ممكن نبص على حدائق أكتوبر، والمنطقة دي أهميتها زادت بعد افتتاح المتحف، خصوصا إن هي قريبة من طريق الفيوم، فده مخليها قريبة من طريق الواحات ومن مدينة زويل. حوالين المتحف نفسه في مطورين كبار بدأوا يهتموا. مجموعة طلعت مصطفى عاملة مشروع سياحي وفندقي هناك. خلصنا ده، تعالى ندخل في أكتوبر الجديدة. أكتوبر الجديدة على مساحة 60,000 فدان على طريق الواحات، هناك في مشروع بادية من بالم هيلز، ده مشروع كبير على مساحة 3000 فدان. ومشروع بالحجم ده بيقولك معلومة مهمة: أكتوبر بتتحول لمدينة لوحدها، مدينة متكاملة ومستقلة. كل بقى اللي أنا قلته ده مرتبط باتجاه تاني كبير عند الدولة، الشمال الغربي لمصر، ده فيه الدلتا الجديدة والعلمين والساحل الشمالي. عايز تقرأ الفرصة الاستثمارية اللي في غرب القاهرة صح؟ محتاج تبص على 3 حاجات: مين المطورين اللي موجودين هناك، شكل البنية التحتية عامل ازاي، وايه نوع الطلب اللي المنطقة دي هتخلقه. المستثمر الذكي بيقرأ المشهد بدري بدري عشان يلحق يستثمر قبل الأسعار ما تعلى عليه، ساعتها فرصة الاستثمار هتبقى فاتته.